أهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا بريبلي وبنشوفه هو داخل مسبح وبيطلع مسدس كاتم للصوت وبيضرب واحد من الموجودين بالنار. وبعدها بنروح لجابريل وبيكون متنكر في لبس عامل واقف قدام محطة المترو علشان يراقب شخصين، ولما بيدخلوا للمحطة بيدخل وراهم، وفي نفس الوقت بيكون ريبلي قاعد من بعيد بيراقب اللي بيحصل وبيقوم وبيدخل وراهم المترو. ولما بيركبوا المترو بيطلع جابريل سلاحه وبيهدد الشخصين اللي كان بيراقبهم وبيطلب منهم انهم يفتحوا الشنطة اللي معاهم، لكنه مش بيلاقي اللي بيدور عليه، فبيطلب منه انه يقلع الجاكيت بتاعه وبيفضل يدور في جيوب الجاكيت لحد ما بيخرج شنطة صغيرة فيها ماس. وفجأة بيشوفوا امن المترو اللي بيكونوا موجودين في العربية اللي بعده وبيحاولوا يمسكوه، لكنه بياخد فلوس من الشنطة وبيرميها جوه العربية، وبيحاول كل الموجودين انهم ياخدوا الفلوس دي. وبيكون ريبلي بيراقب اللي بيحصل، وبيقدر جابريل انه يهرب من الامن وبيطلع فوق عربية المترو، وبيطلع وراه واحد من رجالة الامن وبيضرب عليه نار. وقبل ما بيوصلوا لمحطة المترو بيغير جابريل هدومه وبيتحرك وسط الناس علشان يقدر يهرب من الامن، لكن ريبلي بيكون شايفه وبيسيب المكان وبيمشي. وبنشوف الشرطة وهي بتراجع الكاميرات وبتتعرف على ريبلي، وقتها بنعرف ان ريبلي مجرم خطير، لكن الشرطة مش قادرة تقبض عليه لانه مش بيكون سايب اي دليل ضده. وفي الوقت اللي بيكون فيه جابريل بيبيع الالماس بيدخل ريبلي المكان وبيطلع سلاحه وبيهدد جابريل، لكن جابريل بيهجم عليه وبيكونوا هيقتلوا بعض، لكن جابريل بيسيب الالماس وبيمشي. فبينده عليه ريبلي وبيقوله انه هيعمل معاه اتفاق وهيديله نص تمن الالماس، ومش بنكون فاهمين ايه علاقة ريبلي بالموضوع. وفجأة بتهجم عليهم عصابة وبنعرف انهم شغالين مع المافيا الروسية وبيطلبوا من ريبلي انه يرجع الفلوس للزعيم بتاعهم، وبيضربوا جابريل وبياخدوا منه الظرف اللي اداهوله ريبلي اللي فيه نص تمن الالماس، وبعدها بيمشي. وبنشوف ريبلي بيدي ظرف تاني لجابريل فيه نص الفلوس التاني وبيطلب منه انه يكون معاه في المهمة اللي هينفذها. وبيرجع جابريل البيت وبيفتح الظرف وبيكون مكتوب فيه عنوان مكان وميعاده، ولما بيروح للمكان بيكون ريبلي مستنيه وبيعرفه انه عايز يسرق قطعتين من متحف رومانوف، وبيطلب منه انه يكون معاه وبيعرفه ان كل قطعة منهم ب20 مليون دولار. فبيوافق جابريل، وتاني يوم بيروح علشان يقابل ريبلي وبيجهزه للعملية، وبيقف علشان يشتري الجرايد فبيلاقي خبر جريمة المترو انتشر، وبتكون في بنت واقفة جنبه وبتفضل تتكلم معاه. واثناء ما بيتكلموا بيوصل ريبلي وبيكون عارف البنت اللي واقفة مع جابريل، وبنعرف ان اسمها أليكس. وبياخد ريبلي جابريل وبيروحوا المتحف وبيعرفوا على القطع اللي عايز يسرقها، وبيقول له ان القطع دي في منها 50 نسخة وانهم كانوا خاصين بألكسندرا بنت الامبراطور. وبيقول له ان في قطعتين شبه وصلوا دلوقتي لمتحف رومانوف، وبيقول له ان المعلومات دي عرفها من فيكتور ابو أليكس. وبنعرف ان فيكتور هو الشخص اللي جابريل قتله في حمام السباحة. وبيدي ريبلي كوين لجابريل، وكده معناه انهم بقوا شركة. وتاني يوم بيعرف جابريل المكان اللي أليكس شغالة فيه وبيجيب لها ورد وبيروح لها وبيديها الورد وبيقول لها على ميعاد يتقابلوا فيه وبيسيبها ويمشي. وفي اسم الشرطة بيكون في 2 محققين بيحاولوا يوصلوا لأي حاجة تدين ريبلي، وبنعرف انه اتقبض عليه مرتين لكن بيقدر يخرج براءة. وبيقول له انه كان بيحاول يجند صديق ريبلي لكنه قتله ومفيش اي دليل ان هو اللي قتله. وبالليل بتوصل أليكس للمكان اللي جابريل قال لها عليه وبيعرفها جابريل انه معجب بيها، وبنعرف ان هي كمان كانت معجبة بيه، وبيقضوا الليل مع بعض. والصبح بيقابل جابريل ريبلي وبيكون ريبلي عامل لهم كارنيهات شرطة، وكمان بيديه دعوة لحضور حفلة في متحف رومانوف. وبيدي ريبلي لجابريل كاميرا صغيرة وبيطلب منه يزرعها في جاكيت مدير المتحف، وبيتنكروا في لبس شرطة وبيروحوا المتحف علشان يتعرفوا على الوضع، وبيعرفوا انهم مش هيقدروا يركبوا الاسانسير من غير الاي دي. وبنشوف واحد من الضباط وبيكون عارف ريبلي وبيقول له انه لو حصل اي حاجة في الحفلة هيكون هو السبب. وبعدها بيركب المدير الاسانسير وبتكون الكاميرا متعلقة في الجاكيت بتاعه، وبيشغلوا الكاميرا من التليفون، وبيكون المدير بياخد جولة مع المسؤول عن تأمين المكان وبيفرجوا على أجهزة التأمين وأجهزة البصمات، وبيكون في جهاز تاني لبصمة الصوت. وبيعدوا الباب وبيدخلوا لممر بيكون فيه أشعة ليزر بتكشف أي حركة بتحصل في المكان، وبيدخلوا القاعة التانية وبيكون موجود فيها خزنة كبيرة فيها المجوهرات المتخزنة. وبكده بيكونوا عرفوا تفاصيل المكان اللي هيسرقوه. وبعدها بيخبط جابريل في المدير وبيشيل الكاميرا اللي زرعها في هدومه وبيمشوا من المكان، وبيبدأوا يخططوا للعملية لكنهم بيكونوا محتاجين بصمات مدير المتحف. فبيروح جابريل الجيم اللي موجود فيه المدير وبياخد بصمات
بصماته من على الجهاز، وبيتجسسوا على جهاز بصمة الصوت وبيسجلوا كل كلمات السر اللي بيقولها المدير، وبتكون حوالي 30 كلمة. وعلشان يكملوا الخطة بيكلموا إدارة المتحف علشان يبلغوهم إن في صيانة في نفق المترو اللي بيعدي جنب المتحف، ولما بيخرجوا من المكان بتاعهم بتقبض عليهم عصابة وبتاخدهم لبيتروفيتش، وبيكون رئيس عصابة المافيا اللي مداين ريبلي. ولما بيوصلوا بيلاقوا إنه خطف أليكس، وبيطلب منهم إنهم بعد ما يسرقوا القطعتين يجيبوهم عنده، وبيعرفهم إن أليكس هتفضل معاه لحد ما يخلصوا العملية، ولو حصل منهم أي غدر هيقتلها. وبالليل بيستعد ريبلي وجابريل للعملية، وبيدخلوا من النفق اللي جنب المتحف وبيفتحوا فتحة في الحيطة، لكن واحد من الأمن بيسمع صوت الخبط، لكن صديقه بيقول له إن في صيانة في نفق المترو. ولما بيدخلوا المكان بيغطوا الفتحة بورق حائط، وبيدخلوا غرفة التحكم وبيفصلوا الكاميرات، لكن جرس الإنذار بيضرب، وبيقدر ريبلي يتحكم في الكاميرات، وبينزل واحد من الأمن علشان يطمن على المخزن، وبيهددوا جابريل وريبلي إنهم هيقتلوه لو ما قالش لأصحابه إن كل حاجة تمام. وبيكملوا لحد الخزنة وبيوصلوا لجهاز البصمات، وبيقدروا يفتحوا بصمة الإيد، وريبلي بيشغل التسجيلات اللي بصوت المدير علشان يعدي بصمة الصوت، لكن الجهاز بيسأل ريبلي لو عايز ياكل فمش بيعرف يرد عليه، وبعدها بيقول له أيوة، فبيفتح الجهاز وبيوصلوا للخزنة، وبيدخل جابريل من تحت أشعة الليزر، وبيفضل ريبلي يوجهها لحد ما بيعدوا، وبيحط جهاز على الأرض وبيفصل شبكة الليزر، وبيوصلوا للخزنة وبيعملوا فتحة جواها وبيحطوا جواها كاميرا. لكن المحقق بيعرف إن في إنذار ضرب في المتحف، فبيحس إن ريبلي بيعمل حاجة وبيتحرك بسرعة ناحية المتحف، وبيكون ريبلي وجابريل قدروا يعرفوا كلمة السر بتاعة الخزنة، وبيكون فيها ذهب كتير، لكنهم بيدوروا على القطعتين اللي عايزينهم وبيقدروا يوصلوا لهم. وبعدها جابريل بيطلع مسدس وبيطلب من ريبلي إنه ياخد منه الصندوق، ولما بيسأله بتعمل كده ليه فبيقول له أنا ظابط وبنعرف إنه شغال مع المحقق، وبيقول له ريبلي إنهم هيقتلوا أليكس، فبياخد منه رقم زعيم المافيا والصندوق، وبيخرج بسرعة من الخزنة وبيقفل على ريبلي جوه. ولما بيخرج بيقابل واحد من رجال الأمن فبيمسكه، وبيدخل كل أفراد الأمن لكنه بيهددهم وبيقول لهم إنه ظابط وبيخليهم يفتحوا الباب. وبتكون الشرطة وصلت للنفق اللي جنب المخزن، وبيقابلهم الأمن ومش بيصدقوا إن هم شرطة، وبيحبسوهم جوه المتحف. ولما بيوصل مدير المتحف بيروح بسرعة ناحية الخزنة، وبيكون ريبلي موجود جواها، وبيقول له عندي ليك اتفاق هيعجبك، لكنهم بيقبضوا على ريبلي. في الوقت ده بيكون جابريل وصل لزعيم المافيا وبيديله الصندوق، وبيسيبوا أليكس، وبعدها بيكلمها جابريل وبيعرف إنها في السجن بتزور ريبلي. بنروح لاسم الشرطة، وبيكون قائد جابريل بيعنفه بسبب اللي حصل وإنه خلف الخطة بتاعتهم، وبعدها بيعرفوا إن زعيم المافيا عايز يقابلهم، لكن جابريل بيقول لهم مش هو ده بيتروفيتش، وبكده القضية هتتسجل ضد مجهول. وبيطلب جابريل إنه يشوف كل صور رجالة المافيا اللي في المدينة، وبيقدر يتعرف على بيتروفيتش، لكنه بيعرف إن هو ده شريك ريبلي اللي قتله، وبيعرف كمان إنهم ملقوش الجثة بتاعته، فبيفهم إن ريبلي زي في خبر وفاته علشان يقدروا ينفذوا المهمة. بعدها بيعرف مدير جابريل إن ريبلي خرج بكفاءة من قضية اقتحام المتحف، فبيتصدم جابريل من اللي بيسمعه. وفي الوقت ده بيكون ريبلي وأليكس وصديق ريبلي موجودين في المطار وبيستعدوا علشان يسافروا، وبيكلم ريبلي جابريل اللي بيكون بيرمي الكوين اللي خدها من ريبلي، وبيقول له أنا عايز أودعك، وبيقول له انه كمان كان عارف انه ضابط شرطه لكنه قرر يستغله، وبيطلب منه انه يشتغل معاه، فبيقول له هفكر، وبيقول له ما تخليش أليكس تسافر علشان تفضل معايا. وفعلا أليكس بترجع لجابريل، وجابريل بياخد الكوين تاني وبيقرر يشتغل مع ريبلي. وبيكون جابريل قاعد في الكازينو اللي قابل فيه أليكس، توصل أليكس وبتعرفه ان هي كمان معجبه بيه. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنساش تزورنا في القناة، هتلاقي ملخصات كتير للأفلام هتعجبك، وما تنساش تشترك في القناة، ولو في أي فيلم عايزنا نلخصه اكتبه في التعليقات، ومع السلامة.